السلام عليكم الغاليات والاخوه الكرام، راكم عزاز وغاليين فما كنتو في هذا العالم. انا باليا كلشي ولا بغا يدير لاباس، على تيشطح في تيك توك، على تيخرج المشاكل ديالو مواقع التواصل الاجتماعي. ها الخيانه كثرات بين الازواج. هادشي خصو يتحبس ونقولوا ستوب، راكم عيقتو بزاف. اشنو بان لكم في هاد السيد اللي دار اللي خصو يدار، ولكن بقى حاس بالشمته وبغى يفضح المراه ديالو؟ هو ماشي الهدف ديالو لا تسنس، ولكن حس بالشمته. سيد حسن مراتو تتخونو بعد ما عاش معاها 8 سنين وكانوا مزيانين. هي خدامه كمربيه، ولكن طمع بغات دير لاباس ومشات دايره العاشق ديالها. وهو حس الراجل ملي تيشوف المراه تغيرت، ولا المراه تشوف الراجل تغيرها، كلشي تيحس. وقال بلاتي نشوف اشنو واقع. جا واحد النهار معطل في الليل ولقى مراتو تتهضر مع العاشق ديالها غير من السمطه لتحت. يا ربي تستنى. المهم طلب منها 1 مليون والذهب ديالو، وقال لها غادي نديرو الطلاق اتفاقي وغادي نسترك حيت عزاز عليه والديها. وداكشي اللي وقع، ولكن ما سرطت له. هي مشات للباديه وحس باقي بالشمته حيت تيق فيها بزاف. ودابا تيقول هاد الاوديوات نشرهم ولا نصيفطهم لوالديها. المهم برزت بدوك الاوديوات. هاد السيد حسبوه خوكم وبغى الراي ديالكم، وانا من هاد المنبر بغيت نقول لكم ستوب. اي وحده تدخل الزوج ديالها ولا العكس صحيح. الخيانه راكم دمرتوا الاسر وخليتوا المحاكم عامره بالملفات د الخيانه. حتى لهاد الدرجه وصلنا، ما بقى عندنا لا ضمير، لا خوف من الله، لا من الحساب. المهم حنا ما على بالناش نديرو الحرام، وحنا مجوجين، وحنا عندنا اطفال، عندنا مسؤوليه، ما على بالناش. المهم نستمتعوا لحظه ديال الرذيله اللي اخيب حاجه، واللي ما تعتق مع الدين الاسلامي هي الخيانه. اي واحد تيخون خصو الراجم حتى الموت. ونجو حنا في هذا العصر ونقولوا حنا متحضرين متفتحين، اما سوقيش نعيش الحياه ديالي، نخلي المراه تربي ونزيد انا ندير العشيقه ديالي. بالله عليكم لهذا المستوى لاش وصلتوا؟ فينكم وفين الناس الزمان، النساء والرجال اللي كان شي تيحافظ على شي؟ الراجل تيغيب 6 شهور وتلقى مراته معززه مكرمه. ما كانش حتى داك اللي تيتسخر تسمح له يهز ليها البوطه، تتهز تقل وتمشي تشري الخضره ودايره المسؤوليه. دابا كلشي عندكم وكلشي موفر لكم، وتتقولوا شنو خاصنا اجي نديروا المعصيه. داك العقد وداك الميثاق الغليظ رانا نمسقوه على واحد الفتره، على واحد الدقيقه، على واحد النزوه عابره. فينكم النساء الفاضلات؟ وانا لا اعمم، حنا باقي عندنا المتحجبات، متحجبات بالاخلاق ديالهم، ماشي دايرين الحجاب والخمار. متحجبات دايرين حجاب بينهم وبين المعصيه. باقيين عندنا في كل مدينه وفي كل زمان وفي كل مكان، لان الدين ديالنا ماشي جا غير لواحد الفتره وغادي نقولوا ليه بسلامه. الدين ديالنا صالح لكل زمان وكل مكان، بمعنى دايما كاين رجال وباقي بنات الناس. انا السؤال اللي ما بغاش يتفهم لي، الا كنتي انت ولا انت بغيتي تخون ولا تخوني، علاش تتفكروا ديروا واحد الاسره وتخبعوا في داك الحضن ديال الزواج ومن بعد دير وليدات؟ وشكون اللي تيمشي ضحيه؟ هما دوك الوليدات. الله يكثر خيركم. هادشي راه كتار وكتار بزاف. الخيانه عندها واحد الوجع، عندها واحد الالم ما يمكنش يتوصف الا الا جربتيه. الله يخليكم. انا ما عرفت كيفاش غادي نعبر. هادشي خصو يوقف، هاد النزيف وهاد الخليه السرطانيه خصها توقف. الا غادي تجوجوا وديروا الخيانه وديروا هادشي اللي غادي يبقى الاجيال ديالنا فراه عيب وعار. الا كانت ديك المراه ما عجبك، راه الله سبحانه وتعالى داير الطلاق، ولكن باش ديروهم بجوج
تكون مجوج ولا تكوني مجوجه وديري العاشق ولا ديري العاشقه، فراه هادشي ما مقبول. انا ماشي داعيه ولا جيه غادي نعطي الفتوى. نتوما تتعرفوا الحلال ومن الحرام، تتعرفوا كل حاجه، ولكن تعمات لكم البصيره، بغيتوا تعيشوا الحياه ونسيتوا الممات، وهذا الشيء اللي ما مقبولش منكم بالمره. هاد السيد دار اللي خصو يدار، ولكن باقي متردد واش يفضح ولا يسر. انا بغيت نقول لك، واخا انا ضد الخيانه وضد اي خائنه في هذه الدنيا، استر وربي غادي ينصرك وغادي يجيب لك بنت الناس اللي تعوض لك على من فات، وخليها الزمان بينك وبينها، وغادي تجي وغادي تبكي وتسجد لك تحت رجليك وتقول لك ردني. ولكن انت طلع راجل وخليها منها لمحينها، ولكن سترها، لان الله سبحانه وتعالى تيحب اللي تيسترو. وممكن انت بهذا الستره ديالك يسترك الله سبحانه وتعالى، ماشي ممكن، يقين من اللي ستر خويا المسلم تيسترو الله يوم القيامه. خويا العزيز واختي العزيزه اللي تعرضتي للخيانه، رفعي يديك وقولي يا ربي جبر خاطري، وربي كبير غادي ينصرك وغادي يعوضك على كل من فات. حنا كشعب مغربي كشعب مسلم تنرفضوا وتنددوا وتنقولوا لكم الناس ديروا عقلكم، راه هاد الشيء ما مقبولش، وراه الكوارث ولات مسلطه، ها الزنزال، ها الامراض، ها الاسقام. واش ما حل الوقت توقفوا مع الذات ديالكم وتحاسبوا نفوسكم قبل ما يحاسبكم اللي خلقكم؟ واش ما حل الوقت اننا نعيشوا الصفا باش كي تنقولوا صفي وشرب، راه الخواض ما منوش. والكارثه العظمى ان اي واحد تيخون مراته ولا العكس صحيح تتوقع غير في الوليدات. تتلقى الولد مسكين تصاب بالسرطان، تتلقى الولد ما بغاش يقرا، تتقول نتوما اشنو ذنب هذا الدري؟ ولكن الله سبحانه وتعالى كاين اللي تيمشي ليه الوليدات، واعز حاجه هو الوليدات، باش يوقف ويحاسب نفسه. ولكن انا دائما تنطلب الله سبحانه وتعالى الوليدات يكونوا ان شاء الله في صحه جديده ويكونوا عندهم مستقبل، وتنتمنى اللي دار الذنب يتحمل العقوبه. وقفوا وراجعوا وانتبهوا شنو تديروا هاد الناس اللي مجوجين. راه الخيانه كثرات بزاف، راه ما كاينش يوميا تنسمعوا هذا خان وهذه خانات. الا ما خرج المواقع التواصل الاجتماعي ولات كثير فيه هذا الشيء، والمحاكم حديث ولا حجرج. سيروا وقفوا وسمعوا المحاكم شنو وقع فيها، وسمعوا القضاة والملفات اللي قداموا ها سببها الخيانة والطلاق. كل دقيقة عندنا نسبة كبيرة من الطلاق. فكمسلمين واش نتوما قابلين على هذا الوضع اللي تنعيشوا حاليا؟ محبتي واحتراماتي للجميع، ما تنسوش تخلوا لنا الرأي ديالكم، وحسبوا خوكم على أمل نلتقي بكم في فيديو آخر.